السلام عليكم الإخوان، وأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، ومرحبا بالمغاربة الأحرار فين ما كانوا. إخوان، اليوم غادي نهضروا على دائما وأبدا هذا الموضوع ديال الأسعار ما غاديش نطلقوا منه، دائما غادي نتكلموا عليه إن شاء الله الرحمن الرحيم. واليوم غادي نتكلموا لكم على الدجاج والبيض، يعني على الدواجن الإخوان، وسبب الغلاء ديال الدواجن. وعني الإخوان غادي نطلب منكم واحد الطلب، باش الإخوان طلبوها كبيره، اللي طلبها يطلبها كبيره، لان الشفاره كثروا الاخوان. واللي طلب شي رزيق، اللي رزق يطلبوا كبير، لان الرزيق مع هاد الناس ما بقاش كافيه الخوت. اللي طلبها يطلبها كبيره. وركزوا معايا الاخوان، ركزوا معايا مزيان وجيو تعرفوا علاش خاصكم تطلبوا، علاش خاصكم تطلبوها كبيره وطلبوا الرزيق يكون بزاف بزاف. دائما من طلبوا الرزق طلبوه بزاف. اليوم الاخوان، اليوم الاول من رمضان، كما شفتوا كما عرفتوا، فاليوم الاخوان صباح البيض داير 30 ريال بالجمله. يعني غادي تشوفوا، يعني غادي تشريوه نتوما ب 36 ولا 37 حتى ل 40 ريال الاخوان، ولا 34، المهم من 30. هذا الشيء صباح كيدير 30 ريال بالجمله. هذا الشيء هذا يعني صعيب بزاف، وانتوما غادي تشريوه ب 36 ولا 37 حتى ل 40 ريال. يعني شوفوا اش وقع. والدجاجه الاخوان وصلت 24 درهم هذا النهار هذا. اول يوم في رمضان الدجاج صباح داير 24 درهم في الرباط. علاش؟ بسبب رمضان الاخوان، بسبب رمضان، لانه غادي يستهلك بزاف. وتصانتوا معايا وركزوا معايا مزيان الاخوان، الله يجازيكم بخير. لان الاخوان هذا الدجاج هذا علاش وصل 24 درهم؟ السبب ديال الغلاء ديالو قال لك اسيدي هو ان الدجاج عندنا هو اللي الدجاج عندنا كيتصدر الخوت. راه كيصدروا مليون فلوس في الاسبوع لافريقيا، يعني مليون دجاجه كيصدروها لافريقيا في الاسبوع. يعني الاخوان حنا راه كنصدروا الدجاج. وهذا الشيء هذا كله باش نعرفوا مع من غنهضروا، واش غنهضروا مع الوزير، واش غنهضروا مع شي واحد مكلف بهذا الشيء، الله اعلم. يعني عندنا حنا الناس بدلوا مجهودات الاخوان، وقالوا غادي نمشيو نعرفوا البلاصه شكون اللي زاد في هذا الدجاج. كنهضروا مع الوزير وكنهضروا مع اي واحد كيقول لك اسيدي، ولا رئيس الحكومه كيقول لك سيروا هضروا مع الناس اللي مسؤولين بهذا الشيء، حنا ما كنعرفين شكون اللي زاد في هذه الزيادات. اوكي. كاينين الناس اللي بدلوا مجهود وقالوا سير سولوا اصحاب الفيدراليات الاخوان شكون هما هاد اصحاب الفيدراليه. اصحاب الفيدراليه هما اللي كنقصدوا بهم، هما داك رئيس الفيدراليه. يعني هو اللي الرئيس ديال الفيدراليه اللي كاين كيجمع الناس، هو اللي مكلف داك الناس اللي كيديروا الدواجن. الفيدراليه الاخوان والرئيس ديالها كيكون عند دايرين رئيس، هو اللي مكلف هاد الناس اللي كي تربيه الدواجن يعني هو اللي مكلف بهم. الناس داروا مجهود الاخوان ومشاو عنده. الرئيس ديال الفيدراليه شكون هو؟ هو هو يوسف العلوي الاخوان. يوسف العلوي مشاو عنده دابا تشوفوه. هاد يوسف العلوي مشاو عنده الناس وسولوه، سولوا على هاد الاثمنه، وسولوه اش واقع في البلاد، علاش هاد الشيء. وهذا السيد هذا جاوبهم الاخوان، قال لهم ان اكتفاء ذاتي عندنا في البيض وفي الدجاج. ونفس الوقت قال لهم حنا راه عندنا اكتفاء ذاتي، وقال لهم هذه الكلمه هذه ديال التصدير. قال لهم من فوق هذا الشيء هذا حنا راه عندنا فائض في الدجاج وفي الدواجن بصفه عامه. يعني كنقول الدجاج الدواجن، كنقول بيبي، كنقول دجاج بيض، كنقول دجاج بلدي، كنقول البيض، كنقول اي حاجه. هذا الشيء اللي كنقصد به الاخوان. قال لهم عندنا اكتفاء ذاتي، ومن فوق هذا الشيء هذا راه حنا كنصدروا الاخوان. قال لهم مليون راس، مليون فلوس لافريقيا. يعني كنصدروا 4 المليون د الفلالس، او لا بغينا نقولوا كنصدروا 4 المليون دجاجه طير ديال الدجاج لافريقيا في الشهر. يعني هذا الشيء هذا راه كيعود بواحد الاعداد كبيره وكبيره بزاف. والاثمنه يعني معقوله. ونصرح قالوا ليه، قال لهم الاخوان بان الاثمنه ان شاء الله غتكون في رمضان معقوله، وما غاديش يكون شي زياده ولا. هنايا من جهه اخرى ما عندناش المشكل، وخصنا نهضروا مع ناس. يعني الا بغينا بلا ما هذا الشيء ديال التصدير الاخوان، سمحوا لي على هذا. يعني راه كاين واحد البرزيط، سمحوا لي، ما لقيتش كيفاش نقطع. يعني بلا ما نهضروا الاخوان على التصديرات اللي كتمشي لقطر وكتمشي للخليج، يعني هذوك حوايج اخرين لا بغينا نهضروا عليهم. اني راه عندنا اكتفاء ذاتي وذاتي بزاف. يعني اكتفاء، يعني عندنا الخير موجود في المغرب من الدواجن، ورغم ذلك فكنلقاو بزاف ديال الزيادات كتقهر المواطن. اسمعني يا الفقير مزيان باش تركز معايا مزيان. هنا الاخوان ما عندنا ما نديرو، لان
قال لك مول هذا الرئيس الفيدراليه قال لك بان عندنا اكتفاء ذاتي وكنصدروا كذا وكذا وكذا وكذا، خصنا عاوتاني معاه من نهضروا، خصنا معاه من نهضروا ناضوا هاد الناس الباحثين الاخوان ومشاو عاوتاني عند الوزير. شكون هو هذا الوزير الاخوان؟ هو وزير محمد الصديقي. محمد الصديقي مشاو عنده الناس اللي الله يجازيهم بخير اللي كيبذلوا مجهود وكيبغيو يعرفوا الحقائق ويوجهوا ويوصلوها للمواطن. مشاو عند الوزير اسيدي قال لهم تا هو كل شيء موجود، تار الماس قال لهم كل شيء موجود والبيض موجود وكل شيء موجود، ماشي مشكل، كل شيء قال لهم موجود. هنا الاخوان حتى لهنايا كل شيء مزيان، ورئيس الفيدراليه هو كيقول لك كل شيء موجود، الوزير كيقول لك كل شيء موجود. وحنا بغينا نعرفوا هاد المواطنين وهذا الفقير بغى يعرف منين جايه هاد الزياده، شكون المسؤول عليها. ملي كتسول هاد الناس وتسول هاد رئيس الحكومه وتسول هاد الوزير وتسول الناس المسؤولين على هاد اللي بغينا بصفه عامه الناس المسؤولين على هاد الزياده، كيقول لك المضاربين. شكون هما المضاربين الاخوان؟ هما داك الشناق، هذاك الناس اللي كيشريو السلعه كتدخل السوق كيشريوها كيعاودوا فيها البيع، وشي كيبيع لشي باش كيغليو على الناس. اوكي هنايا مزيان. يعني هاد الناس هادو شكون اللي مسؤول عليهم؟ مسؤول عليهم انا ولا انت اخويا الفقير؟ ولا مسؤول شكون اللي مسؤول عليهم؟ مسؤول عليهم الامن، مسؤول عليهم المراقبه. هنا خصنا تبينوا لنا حنا يديكم نتوما المسؤولين. كيما كنتو داك النهار وجيتو خرجتو كتصوروا على المواطنين وكتصوروا على صحاب الحوانت وداك البقاله وكتقول لها راه اللائحه وما خصك دير الاثمان وما دايرش اللائحه الاثمان وما دايرش وعندك تاريخ صلاحيه منتهي. وتا دابا خرجوا الاخوان، يلا خرجوا، واش خرجوا تا دابا خرجوا تجندوا تجندوا الناس اللي مسؤولين من الداخليه ومن وزاره ومن الناس المسؤولين في البلديات في الجامعات يلا ترجلوا ونوضوا تقعدوا، يلا وسيروا نديروا لنا مراقبه على هاد الدجاج وعلى هاد المواد وهاد البيض وقولوا لهم علاش كتزيدوا، لان عارفين نتوما الاثمان ديالها شحال. علاش دابا وصل ل 24 درهم وعلاش البيضه واصله 30 درهم بالجمله؟ يعني فين بغيتوا المواطن يخرج هو اللي يمشي يهضر مع داك الناس يقول لهم علاش دايرين باش يتشد، ان باش من صفه غادي يخرج هو غادي يراقب هاد الناس هادو. وخرجوا دابا عاوتاني وتصوروا لنا حيت وحشناكم. خرجوا عاوتاني، خرجوا وديروا لنا شي مسرحيه، لان والله العظيم ان ملي كتخرجوا كتصوروا هكا كيعجبنا الحال، كيعجبنا الحال. كيبقاو هاد التصاور ديالكم غير ذكريات عندنا حنا، نقولوا بان هاد الناس راهم بعدا خرجوا وتصوروا. والامانه ديال امانته داك 10 ايام ديال الباكور تفوت كيما دوزتوها في مراقبه الاسعار وتصورتوا على البقاله وتصورتوا على الناس. وتا دابا بينوا لنا وديروا الفيديوهات وديروا التصاور ووريونا حنا يديكم كما كنقولوا. خرجوا. اولا بغيتوا المواطن، دائما المواطن هو اللي يهضر. بغيتوا المواطن يمشي يضارب في السوق، بغيتوا المواطن يمشي للحبس يخلي ولادو، بغيتوا الفقير. حنا ماشي تاع المواطن مستبقى المواطن، دابا اللي كيهضر هو الفقير. الفقير هو اللي كيدوي على الاسعار، اما المواطن ما كيهضرش. انا اتكلم واتحمل مسؤوليتي. المواطن لا يتكمل، لا يتكلم، عفوا، المواطن لا يتكلم. الان يتكلم عن زياده في الاسعار هو الفقير. الفقير بالفقير، سمعني، الفقير بالفقير. سير شري وما تعاودش تهضر وما تبقاش تقول اخنوش وما تبقاش تقول شي وزير وما تبقاش تقول شي رئاسه الحكومه وما تبقاش تقول شي حاجه. شري واسكت، وشري بيبي ولا شري الدجاج ولا شري البيض، شغلك هذاك. لان الناس اللي مسؤولين على هذا الشيء ما باغينش يدويو معاكم، ما غاديش يقولوا لكم، ما غاديش يشرحوا لك شكون اللي مسؤول على الزياده. انت بغيتي تهز زرواتك وتمشي راه غيصيفطوك للحبس. وهذا هو المحتوى ديالهم، هذا هو المقصود ديالهم، وهذا هو المبتغى ديالهم. يعني بغاو المواطن باش نتايا اخي الفقير، ما غادي المواطن لان عباره الفقير احسن من كلمه مواطن. الفقير انت ملي غتمشي وغدار مع مول الدجاج غادي يجيو غيشدوك بتهمه تهجم على الغير بغير قانون، وغادي تمشي للسجن. هنا غادي تخلي ولادك وغيستافدوا منك انت، لان غادي تمشي للحبس وما غادي ينقص لهم واحد من هاد الفقراء. وما غاديش يبقاو الناس الفقراء كلهم غادي يتشدوا، الفقراء كلهم غادي يتقمعوا، وما غادي يبقى حتى شي فقير كيهضر. غيبقاو غير الناس اللي لاباس عليهم والناس اللي قادرين يشريو اي حاجه واي ثمن، لانهم كثروا بزاف. هذا الشيء علاش الاخوان قلت لكم ملي طلبوا شي رزق طلبوه كبير، لان رزيق صغير ما كافيش مع الشفاره. رزيق صغير ما كافيش مع الشفاره، طلبوا رزق كبير باش يجيكم رزق كبير تقدروا تعيشوا مع الشفاره على اضعاف الايمان بواحد البركه، تقدروا تعيشوا. اما الا طلبتوا رزيق صغير راه ما غاديش يكفيكم مع هاد الشفاره اللي كاينين في هاد البلاد. هنا الاخوان ما غادي نقول لكم، غادي نقول لكم ايه ضبط النفس، ونحن معكم الى ان يستجيب
هذا المسؤول عن هذه الزيادة في الغلاء، وبالخصوص هاد الدواجن. وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي عاوتاني نرجعوا لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم، نحن معكم ونرجعوا معكم ان شاء الله حتى الخضروات وبزاف ديال الامور واللحوم الحمراء، وحنا معكم ونجيبوا لكم خبير جديده. وان شاء الله الرحمن الرحيم يكون غير خير، ورمضان مبارك سعيد. ودائما الاخوان طلبوا اللي من يطلبوا طلبوها كبيره. عمي الفقير من يطلب، خويا الفقير من يطلب طلبها كبيره، ما غتخسروا والو. تفرجتي في الفيديو الاخوان، تفرجتوا وعجبكم الهضره ديالي، دير لايك، خلي كومونتير، دير ابوني، ما ابونيش دير ابوني باش يوصلوك الفيديوهات ديالي، ودير لايك، دير لايك داك البصمه بصم 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 باش منين نلح الفيديو يوصلك وتعرف اش داير في البلاد، والفيديو يوصل. وبارطاجيو مع الاخوان باش الفيديو يوصل لهاد الناس المسؤولين وعلى ضعف الايمان. ضعف الايمان، كنا كنشريو 2 بيضات نوليو نشريو 3 ولا 4. الى هنا استودع اليكم الله والى اللقاء.